السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما كده يا رب، وفي صحة وفي احسن حال. النهارده بقى ان شاء الله هعمل معاكم الكرشة وطريقة تنظيفها، ازاي تخليها كده تطلع معاكم بالشكل النظيف الحلو دون. وهطبخها برضك معاكم وهوريكم وانا بعملها ازاي. بس قبل بقى ما نبدأ الفيديو، فضلا وليس امرا، يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم مني كل جديد. ولو عجبكم بقى الفيديو متنسونوش في اللايك. نسمي بقى بسم الله وهنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. هنا بقى جبت الكرشه اهي. اول حاجه بقى انا حطيت الميه كده على البوتاجاز، يا دوب اتنملت، ما بسيبهاش تغلي، عشان لو انا سبت الميه بتاعه الكرشه تغلي هتلاقي الكرشه كرمشت منك كده وقفشت في بعضيها وعمرها ما هتنضف. لازم تكون الميه منمله، بس زي كأنك هتنضفي فراخ بيضه بالظبط. اهو زي ما انتم شايفين بقى كده باحطها، انا فردتها بقى على الرخام عشان مفيش يعني حد معايا يمسكها معايا او ولا يمسك قبالي. فانا فردتها كده على الرخامة بالشكل دون، وبالسكينة هون، وبمشيها عليها بيطلع كل الحاجات اللي فيها هي على طول زي ما انتم شايفين كده. هنا بقى كمان السكينة برضه كانت معايا، كانت باردة مش حامية قوي، فما كانتش يعني مشجعة قوي. انما لو سكينة حامية هتلاقيها في ثانية نطفت منكم على طول. ولا ضفت بقى للمية هنا اي برشام ريف، ولا ضفت بيكنج باودر، ولا ضفت اي حاجة خالص من الحاجات دي. هي يا دوبت والله، بس ما كده منملة كده على البوتاجاز وخلاص. وهشوفوا بقى في الاخر النتيجة طلعت عاملة ازاي معايا في التنظيف. ما شاء الله، شايفين بتتشال بكل سهولة زي ما انتوا شايفين كده هون. هتنيني امشي عليها بالسكينة كده في كل الحتت، وبرضك هحطها في مية تانية دافية هون، عشان فيها حتة ما طلعهاش مية قد كده. اهو شايفين اهو بغطسها تاني اهوت في المية عشان تتشال برضك معايا على طول. في ناس كتيرة ما بتحبش تشتريها عشان خاطر تنضيفها، بس والله انا بعملها بالطريقة دي على طول بتتنضف مني وبتاخدش مني وقت خالص. زي ما انتوا شايفين اهوت، انا بقى نضفت الكرشة هي. شايفين بقت شمعة بيضة وبقت زي القشطة ازاي معايا. ما شاء الله عليها، خلتها كده شمعة منورة زي ما انتوا شايفينها كده. همسكها بقى اقطعها هون بالسكينة حسب ما انتوا بتحبوا بقى، تقطيعة كبيرة صغيرة زي ما انتوا عايزين. هقطعها هنا بقى كله يعني شكل واحد كده هو. ونضفت بردك كل الحاجات اللي كانت من ورا، عشان ما تبقاش بردك تخلي لي اي ريحة في الكرشة مش كويسة. وبردك كان جاي معاها بردك الحاجات دي كده، وكان جاي معاها فشة. فانا بردك مسكتها نضفتها كده بردك على ايدها هو. وهجيب بردك الفشة هي بقى، قلت مش هسلقها بقى لوحدها، هعمل بقى كله مع بعضه وبنفس الطريقة بردك كل واحد، وهياخدوا كلهم سوا بعض ويحلوا بعض. غسلت بقى الفشة هي بردك تحت الحنفية وقطعتها زي ما انتم شايفين كده. هنشوف بقى نغسلها ازاي مع بعض بقى. هنا جبت شوية من الدقيق وعليهم بردك شوية ملح، وهضيف لهم بردك ليمون. هنا بدعك بقى الدقيق كده الاول بالملح كده، لازم تتغسل غسلة كويسة عشان ما يبقاش فيها اي ريحة خالص. وبعصر بردك على ليمون كده اهو زي ما انتم شايفين. خليتها كده زي القشطة وما فيش لها اي ريحة زفارة خالص. يعني ما شاء الله بقت معايا زي الفل، ما خدتش معايا والله وقت خالص. جربوا الطريقة دي هتعجبكم ان شاء الله. هغسل بقى اهوت واحط بردك في الطبق تاني واصفي من المية دي. هتني اغسل فيها كذا غسلة كده لحد ما تبقى معايا المية بتاعتها مفيش فيها اي حاجة خالص. اهم حاجة بقى في ده كله مرحلة الغسيل دي. هغسلها بردك كمان مرة هون بقى، وفي الاخر انا بردك سبتها نقعتها بردك في ليمون وفي خل، وما خليتش فيها اي حاجة خالص. خليتها ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده، طلعت معايا هي زي القشطة. انا بردك بعد ما نقعتها
وشطفتها تاني من المَيّة بتاعة النقع وهي بقت جاهزة معايا اهيّة للطبيخ على طول. شايفين شمعة بيضا كده وكانت طعمها تحفة كده. تعالوا بقى هنطبخها بقى مع بعض، هاوريكم الطريقة اللي أنا باعملها بيها، باعملها بطريقة برضك سهلة وهتجربوها وانتوا اللي هتحكموا في الآخر في الطعم بتاعها. زي ما انتوا شايفين اهيّة أنا مخلياها زي القشطة. هنا بقى معايا المكونات اللي هاعملها بيها هي، معايا بصلاية كبيرة كده مقطعاها، ومعايا برضك فصين من التوم كبار مقطعاهم، ومعايا فلفل اسمر، ومعايا برضك شوية بهارات وفلفل وقصدي شوية كمون وشوية كزبرة، مش مكترة يعني في البهارات. يعني زي ما انتوا شايفين كده من كل حاجة حوالي يجي نص معلقة كده. هقلب بقى كله في بعض اهو، البصل على التوم. عايزة اقول لكم فصين التوم اللي انا باحطهم دول بيخلوا ريحة الكرش حلوة اوي اوي، وانا باشوحها زي ما انتم شايفين كده. هنا اول حاجة بقى انا شوحتها في البهارات لحد ما نزلت المية بتاعتها ونشفت، وبعدين بقى ايه ضفت لها الطماطم. بشرتها في المبشرة عشان كان النور كان عندي كان قاطع، فانتوا حابين تضربوها في الخلاط وتصفوها صفوها، عايزينها مبشورة برضك كده عادي مفيش اي مشاكل، بس انا كمني بس النور كان عندي كان قاطع فما كانش عندي بقى حلة اللي اعمل في ايه في المبشرة. هنا بقى كنت غالية مية برضك على البوتاجاز، ضفت لها مية بتغلي عشان ما ينفعش اضيف لها مية ساقعة عشان ما تجلدش معايا، وما بكترش المية فيها قوي عشان كل ما تكون ميتها شوية صغيرين كل ما تلاقيها في الطعم مسكرة وطعمها تبقى حلوة والشوربة بتاعتها تبقى طعمها حلو. وباضيف لها بقى الملح في الاخر، يعني قرب ما تيجي تستوي كده، أنا ما ضفتش لها هنا اي ملح لسه، عشان لو انا ضفت لها ملح مش هتستوي على طول، انما بضيف لها الملح بقى قرب ما بتيجي تستوي كده، وبظبط لها كل حاجه. وزي ما انتم شايفين بقى هي طلعت معايا بعد ما استوت، ما شاء الله عليها، ما خدتش سوا كتير عشان ديت يعني صغيره ما هياش كبيره. والفشه معايا استوت اهي، بس بقى شويه الشوربه دول بقى لما تشربوهم كده ما شاء الله على طعمها كده كان تحفه وريحتها. هتجربوها بالطريقه ديت هتقلب لكم ريحه البيت. هي معايا اهي استوت، هوريها لكم اهي بردك، انا هدوقها هوريها لكم اهي. شايفين ما شاء الله مستويه ونسرتها من بيضه، شوفوا بيضه وطعمها جميل والله. يا رب بقى يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم، وما تنسونيش كده بقى في لايك وفي تعليق حلو كده، واسيبكم بقى في رعاية الله وعنايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.